انتوا مش عارفين يعني ايه نادي الزمالك. انتوا عمالين تورطوا نادي الزمالك، عمالين تخ نادي الزمالك، عمالين والجمهور قسما بالله ما يعرف اي حاجه. الجمهور شيه شيه، هس هس، امشي امشي، اقف اقف. عشان لما اقول لك ان ده فريق فاسد تصدقني. ده يا فندم فريق فاسد، فريق فاسد. الايقاف ال 17 لنادي الزمالك بتاع ايه؟ الايقاف ال 17 لنادي الزمالك سامسون اكينولا. سامسون اكينولا لاعب نادي الزمالك السابق، اللي نادي الزمالك راح رافع بيان وقال لك انا خلاص اتراضينا انا وسامسون ومشينا بالتراضي. نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك اللي منزله البيان ده على صفحتها النهارده نعرف الايقاف ال 17 بسبب سامسون. طب هو انت خلصت الفلوس اللي عليك بتاع سامسون؟ لا ما خلصهاش. امال انت بتضحك على جمهورك ليه؟ بتضحك على جمهورك ليه وبتقول اللي احنا اتراضينا وخلصنا العقد بالتراضي؟ ليه بتضحك على الجمهور؟ ده لو دل فبيدل ان انت مجلس اداره فاسد. ومش انا اللي بقول الكلام ده، اللي بقول الكلام دوت النادي اللي عندك يا فندم، ومجلس الاداره عندك. مجلس الاداره بتاعك منزل ان هو اتراضى مع سامسون ومن طرف واحد وخلاص، وهنقسط له فلوسه او هنديله فلوسه بقى على حسب بقى البيان ما بيقول. لكن نعرف بعد كده ان الايقاف ال 17 بسبب سامسون. طب بتضحك على مين؟ بتضحك على جمهورك ولا بتضحك على مين؟ ولا بتضحك على نفسك؟ انا عايز افهم برضه. انا كلامي موجه لمجلس اداره نادي الزمالك. انتوا عارفين يعني ايه مجلس اداره نادي الزمالك؟ انتوا عارفين يعني ايه نادي الزمالك اصلا؟ انتوا مش عارفين يعني ايه نادي الزمالك. انتوا عمالين تورطوا نادي الزمالك، عمالين تخ نادي الزمالك، عمالين والجمهور قسما بالله ما يعرف اي حاجه. الجمهور شيه شيه، هس هس، امشي امشي، اقف اقف. ما يعرفش حاجة. الجمهور ما يعرفش حاجة. جمهور نادي الزمالك ما يعرفش حاجة، ولا يفهم في أي حاجة، ولا يفقه في أي شيء. ولما تيجي تقول للجمهور خد بالك، بص، في عندك فساد، هيقول لك أهو أنت. مجلس إدارة بيسرقك، هيقول لك أهو أنت. يا عم الحاج أنت مجلس الإدارة بتاعك بيضحك على اللعيبة وبيمشيها، وبيرجع بعد كده اللعيبة ديت بترفع عليهم قواضي، هقول لك أهو أنت. حاجة في منتهى البؤس.